البنات اللي بتسأل على الحوض، هو مقاسه 90 سنتي. الاسم بتاعه كروم لوكس، متصنع في تركيا. بيجي معاه الصفاية دي. بصفي فيها المواعين بعد ما تتغسل، وكمان بحط عليها الفاكهة والخضار عشان يصفوا المية. بالنسبة للجزء ده بيكون جاي معاه القطعة دي عشان الحوض يكون يعني محكم الغلق، علشان لو عايزة تملي الحوض تنقعي فيه اي حاجة. كمان بيكون جاي معاه الصفاية دي بقى بينزل فيها كل الفضلات بتاعة الاكل وكده. بالنسبة للصرف ده، الصرف الكبير الاساسي بتاعه، وفي كمان صرفين تانيين. الصرف ده علشان لو الحوض اتملى، لو الحوض مثلا فيه مشكلة واتملى، ما المية ما تطلعش بره. المية بيكون اخرها هنا كده، والباقي بيتصفى في الجزء ده. كمان موجود الصرف ده في المكان ده كده. دي بنحط فيها الليفة بتاعة المواعين عشان نصفي المية بتاعتها. بيكون موجود هنا قطعة كده بيتحط فيها الصابون بتاع المواعين، بس انا حطيت مكانها الفلتر يعني. بالنسبة للجزء اللي تحت هنا كده، الثلاث مواسير بتوع الصرف اللي قلتلكوا عليهم، دي الماسورة الكبيرة الأساسية. والصرفين التانيين الصرف بتاع المكان اللي بنحط فيه الليفة بتاعة المواعين، والصرف بتاع المية الزيادة علشان المية ما تطلعش برا الحوض. بالنسبة للخلاط، عشان في كذا حد سألني عليه، الخلاط او الحنفية بتاعة الحوض دي حاجة منفصلة عن الحوض، انا شارياها لوحدها.